الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. احنا عندنا التوحيد 3 أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. اللي يخلي إيمانك يبقى في السماء توحيد الأسماء والصفات، اللي هي نعوت الرب سبحانه وتعالى، هو ده اللي يفتح قلبك على طول. لذلك كان الذكر مرتبطا بمحبته، كان الذكر مرتبطا بمحبته، فالذكر يرفعك إلى منازل لا يرفعك أبدا إليها غيره. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذلك الذكر يفعل ما لا تفعله الصلاة، مع أن الصلاة ذكر برضه، لأن بعض العلماء يعني ضد هذا التفسير، يقول لك الصلاة كلها ذكر، تمام؟ فيبقى إذا كانت الذكر ولا ذكر الله أكبر يبقى غير إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر، يبقى كان الكلام فيه تكرار. لكن الذي أفهمه أنا وذهب إليه طائفة كبيرة من أهل العلم هو ما ذكرته أنا، إن ممكن الصلاة تنهاك وأنت مريد للمنكر لكن الذكر يمنعك. كلمتان خفيفتان على اللسان، حتى شوف ألفاظ الحديث عذبة جدا: خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سيبك من دول، بس حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ايه التقل اللي في ديت؟ قاعد لسانك فاضي، ما تشغلش لسانك ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عبد الله عند الترمذي وغيره: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انت قاعد سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله. طبعا انتوا بتسمعوني وساكتين وانا اللي بكسب. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. خدت كام نخله ان شاء الله؟ يعني خدت لك 15 نخله اهو، واحنا شغالين اهو ببساطه، واحنا قاعدين زي من قرأ كتاب الله كتبت له ايه؟ 10 حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنه، 190 حسنة. شوف بقى لما تكون كالحل المرتحل، تاخد القرآن رايح جاي رايح جاي، تخلص تجيبه وتخلص تجيبه وتخلص تجيبه، شغال كده على طول، يبقى عندك جبال من الحسنات، وحاجة بسيطة خالص ومفيش أي مشكلة فيها. لا، فالذكر هو أعلى المراتب، أن يكون المرء ذاكرا لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأذكار الموظفة لأجل هذا. أذكار موظفة: أذكار الصباح وأذكار المساء، ولما تطلع من البيت وتخرج من البيت، ولما تشوف مبتلى، ولما تسمع الريح وتشوف البرق وتشوف الرعد وتشوف الكلام ده، كل مظهر من مظاهر الحياة له ذكر. أذكار الصباح: أول ما تفتح عينيك كده اهو، أول ما تفتح عينيك وأنت لسه على السرير،
بتقول ايه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. شوف أول كلمة، يعني أول مذكور لك هو الله. فاللي ينسى أذكار الصباح يبقى مش محب. فأنت أول ما بتصبح الصبح تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، يبقى فقير رسمي فيش في ايده حاجة، فمحتاج تمد إيدك. فشوف بقى الحديث ده جميل، يحتاج إلى محاضرة مستقلة. السطر ده أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. على إيه بقى بتحمد ربنا؟ على أن الملك له لا لغيره، لأنك هتمد إيدك هيملها لك، هتمد إيدك ليا هقطعها لك. اوعى واحد يتجرؤ يمد إيده ليا، لأن ربنا اللي قال كده: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. طيب، إذا كان هو ربنا تبارك وتعالى وجل شأنه بيرضيك وانت بتحمد الله أن الملك له، تعبد غيره؟ ينفع الكلام ده يعني؟ فتقوم قايل ايه؟ ولا إله إلا الله. طيب، آخر مذكور لك يجب أن يكون هو الله. لما تيجي تذكر النوم، حديث البراء وغيره، كان يضع يده تحت ايه؟ خده الأيمن، ثم يقول: وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. شوف كلام النبي، حاجة تدخل زي السهم كده في القلب، ومعناه كبير جدا.